أنا أحب نفسي كما هي. لن أستسلم أبداً. بهذه العبارات تم الاحتيال على مئات الجزائريين تحت شعار أنت رائع. نعم، بهذه الكلمة تمت عملية الاحتيال. في هذا الفيديو ستعرف باختصار قضية رانيا ميمون، وكيف احتالت على ضحاياها، وأين هي الآن. السلام عليكم. أحتاج 10 ثوان فقط من وقتك. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، وقم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب. بسم الله، لنبدأ الفيديو. يراود كثير من الشباب حلم الثراء السريع الذي لا يبذلون فيه أي مجهود، وفي بعض الأحيان يسيرون خلف سراب ظنا منهم أنه الطريق صحيح، ينتهي بهم الأمر يدورون في دوامة من الندم. وهذا تماما ما حدث في الجزائر، حيث اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي على واقع حادثة نصب واحتيال راح ضحيتها المئات من الشباب في عدة ولايات، حيث اتهم رواد هذه المواقع المدعوة رانيا ميمون بالنصب على متابعيها من الشباب. رانيا ميمون، الشخصية التي أصبح اسمها مرادفا للنصب والاحتيال، هي فتاة جزائرية من ولاية ميلا، وهي أستاذة في اللغة الإنجليزية وصاحبة موقع للتنمية البشرية. حسابها على إنستغرام به 400 ألف متابع. منذ مدة قصيرة انفجرت قنبلة نصبها واحتيالها على العديد من شركائها في مجال التسويق والتدريب، من شهاداتها الوهمية إلى دوراتها الاحتيالية وصولا لتسويقها الذي أصبح وسيلة ثراء مباشرة بدون أدنى جهد، حيث أن سعر الدورات التدريبية وحدها كان حوالي 4000 دينار جزائري. وكان عدد متابعينها الذين حضروا أحد هذه الدورات حوالي 700 شخص. تخيل معي هذا الرقم، يعني أرباحها في هذه الدورة فقط كان حوالي 280 مليون سنتيم. هذه فقط في الدورات التدريبية. والآن لنذهب إلى الطامة الكبرى، والتي هي عبارة عن التسويق الإلكتروني كما تدعي. احتالت رانيا ميمون على العديد من الضحايا ضمن خدعة التسويق الشبكي الذي هو الاحتيال الهرمي. فما هو الاحتيال الهرمي؟ هو نموذج عمل غير مستقر، هدفه جمع المال من أكبر عدد من المشتركين، بينما يكون المستفيد الأكبر هو المتربع على رأس الهرم. يبدأ هذا النموذج بشخص في أعلى الهرم يتلخص عملها في إقناع الشخص بالاشتراك أو المساهمة بمبلغ مالي، مع الوعد بإعطائه خدمات أو ربح رمزي إن استطاع إقناع آخرين بالاشتراك. مشاريع التسويق الهرمي ممنوعة منعا باتا في الدول التي تعرف ضبطا لمجالها الاقتصادي والسياسي، وتصنف من قبيل الغش أو الاحتيال، حيث أن هذا النوع من التسويق ممنوع في معظم دول العالم. وهذه الدول باللون الأخضر التي تمنع التسويق الهرمي. من الناحية الشرعية للدين الإسلامي، وحسب فتوى لمجمع الفقه الإسلامي، فإن البيع الهرمي حرام شرعا. الآن وقد عرفت ما هو الاحتيال الهرمي أو بيراميد سكام، فنعود إلى الأخت رانيا وماذا فعلته. صرح الكثير من متابعيها أنهم دفعوا أكثر من 4 ملايين من أجل أرباح مضمونة، وهذا بعد أن تعلمهم هذه الأخيرة كيفية تداول العملة الصعبة الفوركس، لكن دون مقابل يذكر، حيث أنهم تعرضوا للنصب داخل هذا الموقع الذي يجبر الشباب على دفع حوالي 250 يورو، وكان ذلك بدافع من الأخت رانيا. تخيل معي عزيزي المشاهد أن عدد متابعي رانيا حوالي 400 ألف. نفترض أنه اشترك فقط 1000 شخص من هذا العدد، رقم صغير مقارنة بعدد متابعينها، أليس كذلك؟ لكن لو دفع كل شخص منهم مبلغ 250 يورو وهم 1000 شخص، سيظهر لنا أن المبلغ هو 400,000 يورو، حوالي 250 ألف يورو، مبلغ ضخم وكبير جدا. حيث قالت رانيا ميمون في نفس هذا العام ما قدرتش نشري تليفون تاع 3 ملايين، بصح دوك الحمد لله عندي كل شهر 10,000 دولار. إخواني في الله، قمنا باختصار شرح قضية رانيا معكم. لا تبخلوا علينا باشتراك بالقناة، وشكرا لكم أعزائي المشاهدين.